مساء الخير. أنا مدير صفحة حروب جوية. أنا ببيت الطيار الدمشقي إبراهيم الدقاق. طبعا سبب الزيارة أنه بأثناء تأريخ الحرب الجوية السورية ورد اسم إبراهيم الدقاق كطيار مشكل بلحظات العصيبة بسلاح جو سوري بفترة 1967 للسبعينات، حيث حدث أعتى اشتباكات الجو. فكان هو شريك البطل محمد منصور، وشريك البطل أديب الجرف، وشريك البطل مجيد الزغبي، وكان شريك البطل موفق كبب وزهير بواب اللي هن أعلام بسلاح الجو السوري. وهو له اشتباكات، واحد الاشتباكات اللي أسقط فيها طائرة فانتوم بطريقة مؤكدة جدا. راح يتفضل سيادة الرائد هون يحكي لنا كيف كان لحظة الاشتباك. تفضلوا سيدي، نحن معكم. الحقيقة أقلعنا بزوج من مطار دمير بمهمة. كان في هجوم كثيف بالجبهة على عدة ارتفاعات، على أساس عم يضربوا مراصد الجيش السوري والمدفعية بطاريات، إذا كان في هاي هو مرابط المدفعية السورية. المدفعية السورية اللي على الجبهة. لأنه وكان هذا الحكي بأذكر حصل في شهر يعني حزيران 1970. 1970 23 24 25 حزيران. هدول أقوى معارك 3 أيام ما قبل حرب 73. كسر عظم كان كسر عظم، وطلعت فيها تشكيلات هائلة على ارتفاعات كثيرة، عم بده يمشطوا الجبهة، ياخذوا على كل شيء دفاع سوري. دخلت القيادة إنه لازم يطلع تشكيلات من طيراننا توقف تخفف العبء القوية على قصف تبع الطيران المعادي. بس ما كان في مجال لأنه يجابون بالأعداد، لأنه أعدادهم هائلة، كانت فوق 40 و 60 طيارة عم تكون بالجو على ارتفاعات القاذف، على الارتفاع السفلي والوسط للاشتباكات والحماية المفتوحة. أقرأنا على المبدأ الزوج، يعني كل زوج بزوجه يفوت بين التشكيلات، نمر على الجبهة بارتفاع منخفض صفر، وبعدين نساوي دوران قتال، نجي من وسط الأهداف مشان نهاجمهم، نشتبك معهم حتى نخفف الضغط، ومن أي هدف نشتبك معه. لقينا في مجال نصيب، وصلنا ما وصلنا. المهم تبعنا ما نشتبك، لأنه في أعداد كثيرة ما بنحسن إحنا كزوج طيران إيجابي أعداد. تمام. وحقيقة كانت الطلعة اللي عندي هون مثالية. سوينا دوران قتال، وكان معي قائد لا كان قائد الزوج تبعي الله يرحمه، زهير بواب، محمد زهير بواب. نعم. هذا له اسقاطات، كان طيار. نعم. طيار من ميك 17، طيار من 21 من زمان. يعني بشود له. وصلنا على ارتفاع اللي هو تقريبا 3 كيلومتر ارتفاع، عم نطلع على الاهداف. فكان في منطقتنا بالقطاع الشمالي، حتى جبل الشيخ كان قريب علينا بهذيك الوقت. عم نطلع انا كحمايه الى زهير البواب، يمين يسار حتى ما يكون في اعداد يعني مهاجمين. والله اذكر تمام انه على الجهه اليساريه بالزاويه، يعني تقريبا لورا شيء يعني 80 درجه تقول لورا، بعدين ما في، بعدين اقصى لف لاقصى درجه حتى لقيت لمحت طائره ضخمه عم تسدد عليك. طائره ضخمه كيف اكبر من طيارتنا بالسماء. باللحظه اللي انا شفتها كان قاذف ضارب علي صاروخ، لمع صاروخ واتجاه، لمع صاروخ. انا شفت هذا المنظر سعيد طبعا، يعني بردة فعل مباشره، دوران معاكس بريك باتجاه كسرت هجوم الصاروخ، نكسر الهجوم الصاروخي تبعه. والله بيعرف ما يمكن يعني من جي نمبر يعني. وحتى انا عم طلع على الصاروخ وانا عم اقول يا رب انفد منه، لانه كان يعني لحظه مشاهدته للصاروخ كان متاخر شوي، ولا لو ما شفته خلال ثانيه ثانيه كان قدر يعني. دورت، ضليت عم دور يعني لاقصى ممكن، حتى شفت الصاروخ عم يصلح علي، عم يروح هيك بالعطاء مع الدحق يعني يصيب بالراس تبعوني. نفدت منه عجوب. طبعا انا سويت مناوره معاكسه بعد ما مر من وراي، عملت ريفرس دغري يعني، زتته قدامه مشان احطه قدامي.
حيوة أنا درت كان لمصلحتي بقى الوضعية الثانية بالريفيرس، لقيته بطن طيارته راح باتجاه دغري الأرض، حط اللي نوز داون حط اخذ منه هرب. نزل لتحت وهرب، ما بده يشتبك بوضعية ملاصقة. تماما. هون أنا المهمة تبعي طبعا أنا خبرت إنه سويت بريك ضد الصاروخ اللي ضربني، وعلى أساس إنه هلا باتجاه العودة. المشكلة إنه كان بهذاك الوقت تشويش. التشويش جبل الاساسي الشيخ. على منطقه جبل الشيخ، شغلي يعني ما انا قدرت الا بعد ما سمعت العمليات، كيف الكلمات كلها متقطعه لما راجعت تسجيلات تسجيلات على نعم. الارض مع القياده مع العمليات، ما في شيء واضح، كله مقطش ومقطع. تمام. المهم نزلت الطياره بدي اتجاه العوده. آه ولا اجي الصدفه انا عم نزل هيك راس الطياره، شفت اللي تحت مني طياره مثل ما هي مجسمه فانتوم بكامل ضخامتها، على ارتفاع مو بعيد كثير عن يعني تحت مني تماما، ضمن التسديد. دون التسديد. طلعت هيك يعني اجت حتى طلعت لقيت بتذكر خوذه تبع الطيارين اثنين بيضاء خوذ ورا بعض. ورا بعضهم، وواضح مجسم دغري. انا هون بتذكر انه كنا حاطين وضعيه اثناء بدايه الهجوم تبعنا الاساس انه على صاروخ رمي بالصاروخ. بس هيك وضعيه انا من فوق ما الصاروخ ما بيكون له فعاليه، بدي حولت دغري على الرشاش على المدفع. حولت انا حطيت على المدفع باللحظه اني عم ظبط كان زاويه التسبيل رش عليه، شافني الطيار الخلفي ما شفت الا رفع راسه كده وبلش يناور عكسيه، طلع بطلوع على اليمين. انا هون الحقيقه يعني صرت وش لوش قدامه، يعني انا وياه للموت، ما في يا انا يا هو، يعني هيك معركه ما في يعني. بس انا دخلت معركه وضعيه لانه افضل، لانه انا من فوق منه اعلى يعني. هو بلش يسوي دوران وكذا، بعدين طلعت لقيت يعني حتى اكد لي انه الفوتين تبع المحركين تبع الفانتوم واضحين يعني عم يطلع منه شغل حوارق اضافيه، شغل حوارق اضافيه، وبلش كمان المسافه كانت قريبه على مدفع، صارت تبعد اكثر. بس انا طلعت لقيت، بس انا حولت المفتاح على الصاروخ لان صرت انا وراه. هذا الحمد لله كان في هون بهاللحظه مناوره شديده عاليه بارتفاع صعود، وصوت عم يعطي راس الصاروخ انه قابل الهدف. ودغري قلبت الزناد، اطلقت الصاروخ، قلت له اطلاق، وطلعت عم طلع على الصاروخ كيف لاحق الهدف، لونه هيك اورانجي فاتح يعني بالكي 13 حتى بالكي 13. وحتى الاتجاه ما هيك، حتى شفت بعدين انفجار اصاب مباشره تماما بالجيت يعني. قلت له اطلاق واصابه، ونشفت انه الحمد لله يعني الهجمه ناجحه بالاصابه. دغري اخذت شوي دوران براس الطياره هيك حتى تاخذ سرعه تنزل تحت. بس للاسف هون كانت المفاجاه انه ما في سمعت اي سكون بالطياره، ما في محرك. طلعت على دوران العداد مؤشر المحرك، لقيته نازل الدوران البطيء. الدوران البطيء معناه طفى المحرك بسبب غاز العادم للصاروخ اللي اطلقته. بالضبط. عيوب الصاروخ الروسي. انا حتى قال لي وقت الخبير الروسي انه انت وقت بتكون على زاويه عاليه هجوميه ما بتجاوب معك طيارات تاسي عن الجيت تبع الصاروخ، بفوت شوي من الدخان تبع الصاروخ، وبالتالي بيطفي احيانا، وارد كثير بزاويه هجوم عاليه. الحقيقه هون يعني انزعجت انه ما كان الوقت الحساس يعني مناسب. معركه انه بدي اكمل ننزل نوصل بالسلام، انه بعد المعركه الحمد لله اني كانت نتيجه انه اصبت الطياره المعادي. دغري نزلت في عندنا محاوله مدربين عليها مشان اعاده تدوير المحرك، وحطيت الشات دغري وسوينا مشان اعاده الشاليه. في عندنا اخر مرحله بتحط المقود تبع الوقود على هذا على الدوران، وانت اخذ زاويه نزول طبعا بدون مناوره حتى تاخذ سرعه كافيه وياخذ هواء. انا عم حط اخر مرحله الثروتل تبع الوقود مشان يعطي وقود تبلش الدوران، ولا يجينا صوت الصدمه الاصابه صاروخ. كان اجاني الصاروخ من اكيد يعني انا وضعيتي بدون يعني اي مناوره وما في حمايه. صفيان لحالي هنيك تشكيلات كبيره، واحد وزار اللي الزوج دانيا او كذا رمى، اجت الضربه للاسف على الزعنه في الخلفيه تبع الطياره، اصابه قويه السطة، وبالتالي شعرت ان الطياره صارت مثل عم تنزل بشكل دولبي عمودي، وما في اي دوران، وما في حلزوني، وما في اي مناوره، ما في.
وانا معلق يعني بالأحزمة. وانا على النزله عم تنزل كل 200 متر سوا، لانه هي نزول عمودي بالطياره 21 هائل سريعه. جدا. بالحقيقه يعني هون الوضع صار خطر بشكل انه يا رب نفوت من الاصابه هي، كيف نفوت. الطياره عم حاول انا امسك قبضات القذف اللي هن بين يعني رجلي هون، اذا هيك دقيت شوي بحسن امسك القبضات، ما مثلا انه يجي نمبر سالب معلق معلق بالأحزمة. عليه بالاحزمه فوق. حتى سبحان الله، الله هيك رخت شوي الطياره، رخت يعني ما سوت نزول عمودي، شوي جرفت على جنب مع نزول. مسكت القبضه بايد واحده. بعدين اذكر انه اثناء ما تدربنا بروسيا انه على القاذف المظلي سويناها مرتين ثلاثه، انه قاعد تقذف بوضعيه مايل تكسر ظهرك كان يصير كسر الفقرات. بعدين بقوه هيك يا راجل، يا رب هيك مسكت القبضه الثانيه وشديتها، سمعت صوت الهواء، طار الهواء. بعدين وطلع الكرسي. بعدين طلع الكرسي، بعد ما شفته شد هيك قويه فتحت المظلة. هون نفست الصعداء. نفسنا شوي الصعداء، انه بعد من هذا. بس كان كمان هون المنظر يعني له رهبه. الجبهه كلها على مشتعلة. يساري كلها دخان اسود ونيران عم تشتغل هيك على طول مسافه طويله كيلومترات، وموجهي جبل الشيخ بشموخه هيك. وانا نازل الحقيقه شعرت انه على الحيز الامامي على الحدود، لانه عم طلع من تحت لقيت انه يعني في خنادق، في عندك الستر الترابي نعم. ولجهه لجهه الغرب، معناها هي هدول تبعاتنا، وانا عم قرب انزل باتجاه عليهم الأراضي باتجاه المحتلة. الحمد لله ايه يعني، والهواء غربي صار يجيبني شوي شوي باتجاه الاراضي تبعنا يعني. نعم. بس على الحد تماما يعني. هم ما طولنا كثير لانه كان ارتفاعتي يعني ارتفاعي كثير قليل، شي 200 متر، فتحت مع المظله 200 متر معتر. نعم. يعني لو تاخرت ثانيتين ثانيات صدمت الرب لا سمح الله. صدمت الرب لا سمح الله. والله كان اعطاني امر انه فتحت فيه المظله بالوقت الاخير يعني. نزلت حقيقه بمنطقه اسمها حرش حضر. نعم. القرنه اللي نزلت فيها وعره في شجر الزعرور البري، و يعني نزلت رجل برجل، بس الحمد لله كان اجسامنا رياضيه كي دعكت ما صار لي شيء تماما يعني. تمام. قلبت نزلت بهيك جوره والعادي. بهاللحظه هي انا يعني بدي اخذ نفس، حاطط الكمامه، بدي اخذ نفس طبيعي، انت طرف الكمامه مشان تتنفس فيه، وانا لا حي انا على الارض. فكيت احزام المظله. نعم. بهاللحظه هي ما شفت الا شيء نزل، صوت انفجار هيك قوي، قذيفه نزلت. اول شيء اجت رشه، بعد منها اجاني بعد منها هيك 3 4 ثواني قذيفه اجت عند الجوره تبعي بالذات. نعم. ما عرفت ان الحالي شو القذيفه يعني جاي من وين وكذا، بس اجت اصابه مباشره على جيت عند، مع انه وشي قريب ملامس على الارض يعني. وقلت حالي ان شاء الله يعني ما اوقع اسير يعني. نعم. ما بعرف يجوز احتمال يعني يكون احد يعني الطيران الاسرائيلي شافوا انه انا اشتبكت مع طياره لهم، اصبت لهم طياره بدهم يقضوا عليه. هذا العادة بسلاح جو إسرائيل، إنه حتى المرحوم فايز منصور لما سقطت مظلته رجعوا الطيارات مشطوا القرنة، نتفوا جسمانه لشيء التنتيف. أي عادة سلاح جو إسرائيل. أيوة. يعني هو حينها اجت اصابه جسيمه، اجت هيك على جهه انفي وعلى طرف عيني، وانا على اسرها يعني ما فقدت الوعي، بس ما عاد فقدت النظر انه على الاصابه اللي اجت صوب طرف الانف، واجت هيك على طرف العين. وانا يعني بصوت الدوي الانفجار هذا، ضرب الرصاص اللي صار يعني وعيان ومو عيان بنفس الوقت يعني. بس عم يشعر انه في دمع من سمتمي. بعدين بعد شوي اجوا الجماعه صاروا يحكوا معي انه انت مين؟ قلت له انا الطيار السوري كذا، وانا شفتي يعني بالكاد عم تتحرك كان من عم الإصابة. تتحرك يعني مشط يعني تشققت يعني من اثر نعم. التفجير. وحكيت له طيب. بعدين في منهم ما اقتنعوا على الاخير انه يكون طيار إسرائيلي بيحكي عربي. ايوه بيحكي عربي، طيار اسرائيلي، او ان الطياره اللي صوتها يعني هي نفسه هذا الطيار. هم اذكر انه معي كان هويه للقاعده الجويه تبع عطمير، حاططها بالسحاب تبع بوسط الطيران. بديت ايدي وانا عم بشوف يعني، طلعت له اياها شافوها، اي والله الطيار السوري كذا ابراهيم الدقا. قلت له حملوني وقتها اسعفوني من القرني حتى وصلنا على نقطه اسعاف الكتيبه.
بس استغرق معنا وقت لأنه كان في طيران معادي عم كل يهاجم ما عم نشوف سيارة عسكرية عم يضربها. يهاجمها ومش طاح ورد استنى شوي حتى يروح الطيران. بعدين وصلت بعد شيء تقريبا 3/4 ساعة وأنا حافظ طريق بعرفه تماما، طريق النيطرة، طريق عن طريق حضر عن ساعة من ساعة هيك حتى وصلت على مشفى المزة العسكري. كنت بس أنا الحقيقة منهك. بآخر يعني شعرت حالي إذا كان في عم ينزف قوي من نزف الإصابة، شديد. إنه إذا كان بيتأخر ما أوصل يعني خلال ربع ساعة تانية بكون استلمنا الروح. بس الحمد لله الله أعطانا هيك الروح. ورفقت أنا بعد شي يوم كامل لقيت هيك ما محسن أطلع أي ضوء، لأنه حاطين الضماد على جهة العين وحاطين هون مطرح الإصابة عند التم يعني ضمادات. وإجا بتذكر يمكن ثاني يوم إجا زارني قائد القوى الجوية وزير الدفاع بارك حمد سوري الحمد لله على سلامتك ومعارك مشرفة كذا، وإن شاء الله تشوف الزمن هنا هون كلهم الطاقم الطبي بيقوم بواجبه. والله هيك يعني أعطانا العمر نذكر الحادثة الحمد لله على سلامتك بكل يعني تفاصيلها. طبعا بعد من أنا طلعت يعني سافرت بموافقة الرئيس على فرنسا جراحة ترميمية للعلاج. سويت شي 4-5 عمليات جراحة تجميلية وترميمية وبعدين رجعنا على القيادة. بس الإصابة اللي كانت أنا يعني تركت أثر يعني إنه ما منعتني إنه أكمل أرجع على الطيران. هذا كان اللي هي كل الطيارين أكثر شيء نحن نحن حاطين النص بعين. أحيانا بيروح واحد مستشهد كذا وبصير معه إصابات بتعيقه عن الطيران، بس إنه الله أعطانا هيك فرصة العمر بدنا نكسب يعني نعيش الأيام الحلوة ونشوف هيك مثل ما هو الواحد أحفاده وأولاده ويحكي لهم شو صار معنا من الأول للأخير. وهي فرصة طيبة إنه هيك تذكرنا بأيام حلوة مع كل صعوباتها وكل هيك أيام الحاسمة والحلوة واللي فيها يعني فيها حزن، فيها فرح، فيها هيك مسالة كيف كنا عم نقاوم العدو بإمكانياتنا المتواضعة بإرادة وحماس إنه نعطي جهد إنه كنا نكون قد رسالتنا اللي ترضي تحمي الوطن وتحمي أهلنا وأولادنا. الله يحمي جميع أهل البلد من العدو الإسرائيلي. والله قدرنا هيك على يعني مستقبلا يصير يعني تقدير بس على شغله إنه الناس اللي شاركت وقدمت للبلد يعني تاخذ حقها تماما من الاهتمام ومن الرعاية بس. والحمد لله. أنا أول شيء أنا بدي أشكرك. أنا الحلقة أهمية هاي الحلقة الاستثنائي مع الطيار البطل إبراهيم الدقاق. الأهمية إنه نحن الجيل القادم الفاقد للقدوة، الجيل القادم اللي ما عنده حدا عزيز وغالي عليه إلا موبايله وتافاهاته. رجال مثل هاي اللي أنا كشخص طيار أنا تربيت على الأمجاد اللي عملوها. الطيار إبراهيم الدقاق بالمعركة أصاب بطل من أبطال سلاح الجو الإسرائيلي بالفانتوم، وكان محسوب عند الولايات المتحدة من أفضل طيارين العالم. استطاع إصابته بعد ما فشل الطيار الإسرائيلي إنه يتملص من الالتصاق الشديد من الطيار إبراهيم، وبالتالي هذا دفعه للانتقام. نحن البلد فيها أشخاص كتير، لكن أشخاص كتير ما لهم معنى، وبالأحرى ما لهم قيمة وما لهم جدوى. إذا ما أنت بتلتصق بتاريخك، تلتصق بالأشخاص اللي صنعوا التاريخ واللي صنعوا عائلات نبيلة بهالبلد، الجيل القادم بيضيع. أنا بشكر العائلة الكريمة النبيلة اللي خرج منها الطيار البطل. هي حلقة أولى وتتبع حلقات تانية عن ذكرياته، عن سلاح الجو السوري، ذكرياته المجيدة اللي ما بيمحيها أي شيء. تحياتي للجميع، تحياتي.